السلام عليكم. الهلال السعودي يعلن انتقال سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي، ولكن قبل بدء ندعوكم مشاهدينا الكرام للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. أعلن نادي الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم انتقال لاعبه سعود عبد الحميد إلى روما ليكون أول لاعب سعودي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. ولم يتم الكشف عن قيمة انتقال عبد الحميد الذي انضم للهلال عام 2022 قادما من الاتحاد، لكن وسائل إعلام إيطاليا ذكرت أنها تمت بمقابل 3 ملايين يورو. وقال الهلال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنها شاركت الهلال بيع المتبقي من عقد اللاعب سعود عبد الحميد لصالح نادي روما الإيطالي، وكان عقد مدافع السعودية الذي سيرتدي القميص رقم 12 مع روما ينتهي مع الهلال في يونيو حزيران 2025. ولعب عبد الصمد 25 عاما دورا مهما في فوز الهلال بدوري المحترفين وكأس الملك وكأس السوبر المحلية في الموسم الماضي، بعدما شارك في 51 مباراة في كل المسابقات وسجل 4 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.